السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض كبدة العربيات اللي احنا بنحب نشتريها، اللي هي طعمها حلو دي وريحتها حلوة. زي ما انتوا شايفين شكلها حلو وطعمها حلو وريحتها حلوه وكل حاجه فيها جميله. هنبدا كده بسم الله على بركه الله. هنجيب بقى الجريلا بتاعتنا او الطاسه اللي انت بتقلي فيها، جرانيت المونيا اي حاجه. وهننزل كده بربع كوبايه زيت او سمنه بلدي او زبده زي ما انت بتحبي. حطي، يعني انا بحب الزيت بفضله لانه بيبقى ايه، خفيف شويه على المعده. لكن لو انت حاطه سمنه بلدي بتبقى بصراحه حلوه، وطعمها اجمل كمان من كده. هجيب بقى الكبده بتاعتي، هي انا مطلعاها لسه من التلاجة بس هي فكه. ومفيش فيها دم ولا فيها سوائل ولا فيها اي حاجه. نزلت بيها كده زي ما انت شايفه ووزعتها في الجريلا بتاعتي. تمام، مش هحط عليها اي اضافات دلوقتي خالص غير لما تاخد الصدمه. عشان كده بقولك زودي في الزيت او السمنه او الزبده اللي انت هتستخدميها، علشان بس لما تيجي تدي الصدمه يبقى ايه الحاجه كده، يعني ايه، الزيت كتير تقدري بقى ايه توزعي فيه كده الكبده كلها وتبدا كلها تاخد وش زي ما انت شايفه كده. بصي الكبده بدات ايه، تحس ان هي لما نزلت خدت الصدمه ابيضت كده. تمام، انا بديها صدمه ليه؟ علشان ما تقعدش بقى تنزل في سوائل. وكمان الخضار اللي انا هحطه فيه سوائل فتبص تلاقيها عملت حاجه زي الكراميل كده، كرملت. تمام، هي دلوقتي خدت الصدمه زي ما انتم شايفين. تمام كده، وصلت اللي انا عايزاه. هنزل بقى بفلفل اسود وكمون وملح وسبع بهارات، ويعني على طرف المعلقه كده قرفه. عندك بقى ورق لورا وحبهان ومستكه والكلام ده كله، حطي. انا حطيت المتوفر عندي حاليا. معايا هنا بقى ايه الخضار، معايا بصل مقطع وفلفل وطماطم وتوم، ومعايا فص ليمون كده. الطماطم شيلي قلبها علشان قلبها هيبقى فيه سوائل برضو جامده وهتحسي ان هي كرملت كده. اذا انت بتحبي الكرمله دي اوكي يعني سيبيها. معايا بقى نص الليمونه كده علشان زفره الكبده، ومعايا كمان معلقه خل. الليمون بيدي طعم حلو قوي للكبده يا جماعه، بيدي تيست عالي كده. هجيب بقى الخضار بتاعي دلوقتي، هنزل بالبصل والثوم والطماطم وجزء من الفلفل، علشان الكبده بقى ايه تشتغل معاهم كده شويه، نص ساعه على الهادي كده على البوتاجاز لحد ما تستوي خالص ونتاكدنا ان هي استوت. تمام، انا بقى دلوقتي هقلب كده كله في بعضه. بصوا بسم الله ما شاء الله. الزيت هو اللي تحت ازاي الوقت بقى الخضار ده هينزل شوية سوائل كده، وتفضل بقى تستوي في عرقة. ريحتها حلوة قوي قوي قوي، ويعني بقى تقدري تقدمها مع مكرونة، عيش، سندوتشات وطحينة. عيش اللي هو البلد اللي بالردة ده بتبقى ممتازة قوي. ودلوقتي بقى يا جماعة هي استوت، وشايفين بقى لونها حلو ازاي، والخضار خلاص اتدبل وتاه فيها خالص. هجيب بقى جزء الفلفل اللي انا كنت بقيته ونزلت عليه كده ايه، نزلت كده عليها بالكبدة. مش عارفه انا بقول ايه. حطيت الفلفل على الكبده وقلبته بقى كويس. وهقفل بقى البوتاجاز واغطيها يعني ايه، دقيقتين كده. هتلاقي الفلفليه ديت دبلت بسيط كده، بس في الاكل هتلاقيها بتقرش كده، يعني حلوه برضو جميله. تمام، عندك لو عندك بقى رومي، فلفل رومي، فلفل احمر، فلفل اصفر، حطي. تمام، شايفين بقى شكلها وريحتها، ريحتها هايله بصراحه. نجيب بقى طبق التقديم كده. هنقدم بقى جنبها ان شاء الله طحينه، وهنجيب عيش بلدي. بس انا يعني انا كنت شغاله في الفيديو قاعده بمنتج، وانا ابني بقى بيروح يجيب لي الحاجات دي. تمام، زي ما انت شايفه كده شكلها حلو. حتى بص الجريلا من تحت يعني ايه خلاص نشفت، استوت في عرقها كده. تمام، هنظبط بقى الطبق بتاعنا كده وننضفه ونجيب منديل كده وايه ونشيل الزواد اللي على الطروف دي. واجيب بقى كمان رشة بقدونس. البقدونس ده ريحته بتبقى خطيرة على الكبدة. هجيب بقى ايه، انا مقطعه كده معلقة بقدونس فرماها بالسكينة، وانزل بقى كده على وش الكبدة. يا سلام يا سلام على الجمال، هو ده الكلام. ان شاء الله بقى تكون الوصفة عجبتكم.
وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد. واللايك انتوا عارفين بيرفع الفيديوهات، فما تبخلوش باللايك يا جماعة. اللي هيشوف الفيديو للآخر يا ريت ما ينساش اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.